أكد الحزب دائما في مختلف مؤتمراته ومنذ نشوئه أهمية التعريف بقضايا الوطن من خلال العمل الدبلوماسي الموازي، سواء من خلال منتخبه في البرلمان أو من خلال منتخبه في الجماعات المحلية أو من خلال التنظيمات الموازية له في لقاءاتها مع تنظيماتها الموازية من خلال العالم، وذلك بالتعريف بمصالح الوطن وقضاياه، ثم أساسا التعريف بقضية الوحدة الترابية. ذلك أن الحزب دائما اعتبر أن الأولوية يجب أن تعطى لهذا الملف، ولذلك هو يجند دائما مناضليه في مختلف المستويات والمواقع من أجل الدفاع عن قضايانا الوطنية، سواء في الملفات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية والدبلوماسية. دائما الحزب كان في خدمة الوطن والمواطن منذ نشوئه، وأكد ذلك في مختلف قراراته ومؤتمراته ومجالسه الوطنية. الوطن لأن فكرة الحزب هي كانت من أجل استقلال البلاد، ثم الاستقلال بمفهومه الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولذلك مفاتيح الحزب ينادي دائما باستكمال الوحدة الترابية، سواء باسترجاع الثغور الشمالية أو صحرائنا الجنوبية، ودافع بكل اقتدار وبكل قوة في هذا الشأن. قضية المواطن هي في صلب انشغالات حزب الاستقلال ورسالته الوطنية، ذلك أنه اعتبر أن المواطن هو الرقم الصعب في المعادلة، ولذلك يجب أن تتضافر الجهود من أجل تمكين المواطن المغربي من العيش الكريم، تمكين المواطن المغربي من العيش في بيئة تطبعها العمل الديمقراطي، تطبعها الانشغال التام لكل القوى الحية في البلاد من أجل تقدم البلاد ومن أجل ازدهارها ومن أجل أن تظل رقما أساسيا في المحيط الإقليمي والجهوي والدولي.